السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه دي اس ان دي زاد. ان شاء الله كامل تكون لاباس. فيديو هذا خواتي يجي نحكيو على واحد الموضوع يسمى، نقول لك حاجه خطيره بزاف وما عجبنيش، انا شخصيا ما عجبنيش على كل حال، ولكن باش نوضحوا واحد النقاط بزاف في العلاقات ما بين الجزائر وتونس. كما انا نقول، انا نقول شخصيا وبزاف من الناس يقولوا باللي الجزائر وتونس دوله واحده والشعب واحد. انا هذا رايي وما نبدلوش على كل حال. يسمى ماشي زعما كي الفيديو اللي راح ندير لكم راح تشوفوا هذايا تولي نقول زعما باللي انا ضد تونس ولا لا 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 لا. بيسك على بالي كيما كاين هنا باللي هنا كاين الناس ضد الجزائر ويخدموا مصالح فرنسا والامارات وناس كيما هكا، حتى في تونس عندهم حوايج كيما هكا. دوك الفيديو هذا خاوتي نعطيكم يعني فيديو من حصه تونسيه ومن واحد من البرلمانيين يحكي له واحد الموضوع خطير فيما يخص استيراد ماده البطاطا. تفرجوا الفيديو خاوتي باش تفهموا على واش راني نحكي مليح وما هنا نعلقوا عليها. شو معنا خاوتي؟ اسالك سؤال. تفضل. وانت عندك الرقابه وعندك الاسئله الشفهيه والكتابيه للساده الوزراء، ما معنى ان نورد بطاطا تحمل عاهات وامراض وغير صالحه للاستهلاك البشري من بلدان اوروبيه، ونمنع استيراد البطاطا من تونس من الجزائر؟ علاش نجيبوها من مصر؟ ولو أن مصر زاد فيها انتقادات كبيرة أنه أحيانا مسقية بمياه الصرف الصحي، ونمنعوا باش نجيبوا البطاطا الذهبية من مدينة الوادي اللي هي 10 متر على توزر التونسية. فسروا لي انتم النواب. شوف لا، النواب قايمين بدورنا وتوجهنا بالملاحظات هذه للسادة وزراء الفلاحة والتجارة في علاقة بالجانب هذا، ولكن للأسف لما تكون داخل الإدارة ثم شكون ما عندوش مصلحة في تطوير العلاقات مع أجوارنا، ونأكد اللي الشعب التونسي والشعب الجزائري هو شعب واحد في دولتين. هي انت اللي عندك في الإدارة هما اللي معطلين، ثم تعطيل من هذا من بين من الإدارة من ولاد فرنسا، من بين المنشور ذكرته لك منذ حين. ايش معناها ما نوردش البطاطا من الجزائر اللي تبعد عليا بضع كيلومترات من جهه قفصه، ونمشي نوردها من تركيا وجات فاسده؟ تتذكروا مليح 3000 طرناطه ولد عملول، انا واحد من الناس اثرت الموضوع هذا حتى في الاعلام وتم ارجاعها، جاتنا فاسده. وتجينا كذلك البطاطا من مصر بحكم السخانه وتجي في دي كونتينر، اضافه للتعقيدات الموجوده عندنا هنا في تونس. مش عامل لابوراتوار على الحد، لا، تهز عينه تمشي بها لتونس وتشد الصف 4 و5 ايام في السخانه هذه، السخانه بتاع 48 و 49 درجه. ايش جرى البطاطا؟ ما توصل السوق وتوصل المستهلك كان فاسده، في حين تنجم اي سي زي كاميونات في ظرف ساعتين او ثلاثه تجيك مواد سوف، وبالامكان ناخذها للواحد للاختبار، نعملوا مخابر على الحدود ويتم فحص هذه البضائع وهذه المنتوجات الفلاحيه. هذا كله بسيط قبل اللي تحكي لي فيه. انا اريد عمق السؤال وجاوبني بربي لا تهرب. اليوم عندنا اطراف تونسيه مواليه للمخزن ومواليه للاداره الفرنسيه معاديه للدوله الجزائريه، وما يساعدهمش التوانسه والجزائريه يطوروا العلاقات الى مستوى المبادلات التجاريه، شوف، ويوليوا قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة. للأسف العلاقات التونسية الجزائرية تراجعت عما كانت عليه في الخمسينات والستينات والسبعينات، وكانت عندنا منشآت صناعية مشتركة، منها معمل السمان الأبيض في تالا وغيرها من المشاريع، وكنا نحلم أنه تتطور العلاقة هذه نحو مزيد من الاندماج بين هاتين الدولتين، ونأكد اللي مصالحنا متشابكة ومترابطة، وما عندنا حتى خيار ان يكون مصيرنا مشترك بشكل من الاشكال. اشكون يفشل؟ الاداره تعيق، حزب الاداره يعيق هذا التوجه. من بين اعطيتك عينه هذا المنشور الذي يمنع توريد البطاطا جديده من ناحيه عند نهار ولا اثنين، وتجيب من بعد شهرين ولا ثلاثه وتجيك فاسده ويستهلكها المواطن التونسي. للاسف من هذا المنبر ندعو الى مراجعه هذه المناشير والتراتيب التي تعيق هذا التعاون. ثم مسؤوليه ملقاة اليوم على الحكومه التونسيه والحكومه الجزائريه
عندنا العديد من اللجان المشتركه يجتمعوا كل سنه حد اجتماعات. علينا الا نتوقف عند البيانات التي تمجد الماضي وتمجد سقي سيدي يوسف وما قدموه التوانسه اللي فات الجزائر او العكس كذلك، نحو انجاز مشاريع مشتركه، نحو اسواق حره على الشريط الحدودي، نحو مشاريع مشتركه على الشريط الحدودي. وعندنا حتى على المستوى البرلماني عندنا لجنه بتاع صداقه مع الجزائر ندفع في هذا الاتجاه. ولكن في تونس عندنا نظام رئاسي وفي الجزائر عندنا نظام رئاسي، الشأن هذا بيد القرار الحكومي. يلزم توجد قرار ما نتوقفوش عند هذه التصريحات. فوالا كيما سمعتوا خاوتي، هذه حاجه مش نورمال. يعني قبل النقطه الاولى اللي نحاول نشير هكذا، هذوك اللي ظلوا يتفلسفوا، كاين واحد الخونه فما في تونس تابعين لفرنسا وكذا اللي يقول لك باللي الجزائر تتدخل في الشؤون الداخليه لتونس ومتحكمه وتبون وكذا والاخر. لا، هنا باش تعرف باللي الجزائر مش متدخله في الشؤون الداخليه تاع تونس، هذه مش متدخله فيها طول. وبالدليل هاك تشوف خاوتي اسمها كي تشوف ماده كيما هذه تنتج فيها الجزائر كميات وفيره ومن احسن من اجود الانواع. ماناش نهضروا على زعما قال عيانه، من اجود الانواع. وهم ثاني كانوا يهضروا فيها باش تولي انت يقول لك في الاداره نتاعهم، مش زعما هذا هو البرلمان اللي كان يهضر، مش زعما قال بلاش تحسبوا واحد في التيك توك ولا من جماعه هذوك اللي يهضروا كيما هكاك. لا، هذا برلماني ولا بالو مليح ودار مساءلات يلقاو في الاداره نتاعهم كي تكون يتعلق الامر باستيراد البطاطا من الجزائر ما يسنيولهمش، وتقريبا تقول ممنوع عندهم في الادارات فما. اما باش تكون يجيبوا بطاطا من اوروبا ولا من كندا هذه الخارجه وكذا الاخر، يجيبوها ويوليو يسوقوا فيها المواطن التونسي باثمان سما كبيره. وهذه للجزائر بعيد عليهم بمتر كيما هكا، يرفضوا انه يجيبوا منها، رغم انه يعني نهضروا البطاطا تاع الجزائر حاليا متواجده في تونس. هي تدخل لتونس مع باش الطرق اللي تدخل بها كيفاش باش ما نكثروش. بصح البطاطا الجزائريه موجوده في تونس، ولكن الاستيراد الحقيقي كي نقولوا استيراد حاجه واحده اخرى، هذيك كيفاش تدخل وكذا الاخر امور واحده اخرى. ولكن الاستيراد الحقيقي ما كانش، راهم يجيبوا فيها من بلدان واحده اخرى، من بينها حتى الشقيقه مصر. ماناش نقولوا ما يجيبوش من مصر وكذا، ولكن دوكا التكلفه كي تجي تهضر لي على التكلفه كي تجيب البطاطا من واد سوف كما يقولوا هما، ولا تجيبها من القاهره او حاجه كبيره، ولا كي تجيبها انت في شاحنه ولا تجيبها في البابور لي كونتينر شوف تضرب في البحر وكذا. يعني هذه حاجه ما تدخلش للعقل. وصارت هنا احنا يعني باش ما نقولوش نزو، احنا صارت ان احنا من قبل الجزائر قبل ما تولي تنتج المواد الفلاحه هذه الغذائيه اللي تاعها اسمها الفلاحه، الحمد لله مدايرين فيها الاكتفاء الذاتي. كنا نجيبوا في واحد البطاطا نشفى لها جبناها من كندا والترمات كامل. البطاطا هذيك جابوها من كندا اما هو كامل، لان في الاصل قال لك البطاطا هذه فما كانوا يوكلوها، سامحوني في الكلمه عايشكم خوتي، للخنزير اعزكم الله، للخنزير جات مسوسه. وما باليش انا من عوامل البحر كي طورت في البحر اللي سوست كيما هكاك، ولا صح كانت موجه الخنازير بعد ذاك بعثوها لهنا الجزائر. بصح في الدول العالم الثالث هذه كي تكون بلاد ما عندها سياده ويكونوا في كيما نقولوا الادارات نتاعهم ناس كيما هكا عملاء لدول واحده اخرى، يديروا حوايج كيما هكا ويديروا حوايج اكثر من هكا. ماذا بينا احنا السلطات التونسيه تشوف الامر هذا وما تخليش حاله كيما هكا، يعني كيما هكا تولي توسوس صح، يوليو يدخلوا الشكل في نفوس الشعوب. ليسونسيال خاوتي ما نطولوش عليكم بزاف، خلينا لكم موضوع ديرنا جا الفيديو، بارطاجي الماكسيموم خاوتي. اللي مش مشترك في القناه هذه اشترك. سلام خاوتي.